فرصة خطيرة أمام المرمى، وهدف أول. هدف أول خطيرين داخل المنطقة. يسجل السيتي هدف في المباراة الأول مع الدقيقة العاشرة من زمن شوط المباراة الأول. هنا كثافة كبيرة داخل منطقة الثمانية، يفتك الكرة بشكل ناجح. المناسب خطيرة جدا ومحاولة لكن تقطع وتعود لسافيتش، وخطأ لمصلحة سافيتش. يمكن هذا اللي تكلمت عنه فريق السيتي. شوف محاولة استعادة الكرة، عرضية حلوة طويلة، يمر دوكو، خطير جدا، خطير هذا اللاعب. لكن الأجمل أن دوكو دائما في الإنهاء ليس بأفضل حال. صحيح، لكن هو أخطر لاعب في السيتي. يمكن لو نلاحظ في الهجمة دي فرصة للتصويب، تصويبة إلى وسافيتش، خطأ لمصلحة سافيتش. يمكن استمرار الهلال بنفس الأسلوب ممكن يسجل من خلاله. شفنا عملية العرضيات كانت خطيرة، لو كان في استغلال لها جيدة وكانت عرضية ممتازة. عرضية جميلة وخطيرة، بونو يبعد تمريرة وعرضية زاوية تلعب وخطيرة، بونو يتدخل. بونو صراحة في كل المباريات السابقة يمكن أخذ في مباراة أخذ نجومية المباراة، لكن في نجومية الفريق الهلالي من بداية. مالكم على اليسار سريعة يا مان، عرضية منتظرة وكرة رأسية إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى ليوناردو كرة حاولة وكوليبالي. مالكم مصوبة، مالكم اصطدمت الكرة وراحت إلى ضربة زاوية. حلوة النقلة، سافينيو، بونو وهنا كرة فيها دخول على ليوناردو، خطيرة وكوليبالي، خطأ لمصلحة، وكرة في اللحظات الصعبة تجد الهلال، في اللحظات الحاسمة يولد الهلال، وعندما يقدر الجميع يبقى الهلال هو المعيار. هو قدم إلى الأمام وتصويبة، يا كانسيلو، لو كانت عرضية، لو كانت عرض تلعب وتبعد بالراس. حين تستيقظ الإرادة تستدعى القوة وتولد أعظم المفاجآت. يمين على يمين، هنا كرة خطيرة، هدف تعادل. هالاند يسجل التعادل، يعود هالاند بالسيتي من كرة وانطلاقة سريعة